إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الفضلاء، إن الناظر في شريعة ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيما وصلنا إليه من بعد كبير عن هذا الدين، يجد أن الأمر والخرق قد اتسع على الراقع، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا، وإلى الله المشتكى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يهدي قلوبنا لدينه. اللهم اهدي قلوبنا لدينك، اللهم اصلح فساد قلوبنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الفضلاء، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تدخلوا الجنة، لا تدخلوا الجنة، أي لا دخول لكم الجنة حتى تؤمنوا. فالإيمان هو السبب الرئيس، وبدونه لا دخول للجنة. فالكافر ليس من أهل الجنة. أي إنسان ليس على الإسلام ليس له في الجنة نصيب. كل من كان حيا بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو من أهل النار خالدا فيها خلودا أبديا، وهذا بإجماع الأمة، وهذا ما دل عليه القرآن وحديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يكن هناك إيمان يقيني، إيمان حقيقي، إيمان عند الله مرضي، إلا بالتحاب فيما بين المسلمين. إذا لم توجد محبة يا عبد الله في قلبك لإخوانك، فاعلم أنك لست من أهل الجنة. أمر خطير، أمر خطير. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأين الحب بيننا يا عباد الله؟ ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علموا هذه الجزئية، علموا هذا الأمر، فتناسوا ما كان بينهم قبل ذلك في الجاهلية. كان بين الأوس والخزرج قتال مرير قتل فيه خيارهم من أكابرهم في الجاهلية. فالأوس والخزرج دارت حروب طاحنة فيما بينهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بفضل من الله جل وعلا آخى بينهم. ليست هذه المؤاخاة مجرد التعارف، مجرد الخدمة مرة، لا،
بل انظر إلى حالهم كما وصفهم ربهم الذي هو أعلم بقلوبهم. فربنا جل وعلا قال فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الواحد منهم يكون في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب والمال، في حاجة ماسة إليه، ولكنه يجد أخاه في حاجة فيدفعه لأخيه مع حاجته هو إليه، يعطيه لجاره، يعطيه لصاحبه، مع أنه في حاجة هو إليه أيضا. انظر إلى هذا الإيثار الذي وصل إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقريش عدنانية، والأوس والخزرج من قحطان، فكيف يأتلفان مع بعد وتفرق؟ لكن الله ألف بينهم. لماذا؟ لأنهم علموا أنه لا طريق للجنة إلا للحب فيما بينهم، إلا للمحبة لبعضهم البعض. وتأملوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هناك أناس على منابر من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. الواحد منهم يقول: لمن هذه الدرجات؟ النبي يقول: من صاحب هذا المقام في الجنة؟ من هو هذا؟ هذا الذي حب أخاه لله، هذا الذي كان يحب المسلمين بلا تمييز، لا ينظر إلى مصلحة، لا ينظر إلى جنس ولا إلى لون، لا ينظر إلى وظيفة، إنما ينظر إلى أنه مسلم، ينظر إلى أنه مسلم وإن كان رث الهيئة، وإن كانت ثوبه فيها ما فيها، إنما يحبه لأنه في قلبه الله، لأن الله جل وعلا هداه إلى الدين. هكذا كان مفهوم الأخوة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم ينظرون إليها أنها طريق إلى الجنة، مهما كان شائكا فلا طريق الجنة إلا هذا الطريق. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا طريق الجنة. إن كنت تبحث عنها فهذا طريقها يا عبد الله. أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف فهموا الأخوة؟ كيف فهم الصحابة الأخوة؟ فهموها أنها مسؤولية. الأخوة مسؤولية، بذل وعطاء، تضحيات. ليست الأخوة مجرد معرفة الطريق، ليست الأخوة مجرد أن نلتقي في المسجد، لا، بل الأخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الأخوة، الأخوة تضحية، الأخوة تناصح، الأخوة تعاون. اسمع، يقول النبي عليه السلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا فرجت عن أخيك المسلم كربة أنت قضيت مصلحة له، فما جزاؤك؟ من الذي يكرمك؟ إنه الله. الله جل وعلا يفرج عنك كربة من كربات يوم القيامة. الدنيا مهما عظم بلاؤها، مهما عظم كربها، فهي زائلة، ويمكن أن تجد أسبابا كثيرة للتخلص من هذه الكرب. أما الآخرة فلا، فإن أباك وأمك وأخاك وأختك والجيران وزوجتك وأولادك يفرون منك، فلا حيلة لك. لكن إذا كنت متسببا في قضاء مصالح الناس وفي تفريج كرباتهم فانظر إلى هذا الجزاء، إنه جزاء من الله. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: على كل سلامة من الناس صدقة، في كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين صدقة. تحمل الرجل على دبته فتعينها عليها صدقة، تحمل له متاعه عليها صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلقاؤك من الدلو الذي في يدك على دلو أخيك صدقة. لماذا يقول هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ حتى تأتلف القلوب. ثم نقول: لماذا تمكن العدو منا إذا كنا في البيت الواحد لا يخدم بعضنا بعضا ولا يعين بعضنا بعضا، بل يحقد بعضنا على بعض، ونحن في قرب زمان ومكان ورحم ودين، فما بالنا بالأبعدين؟ فإلى الله المشتكى يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في موقعة النهاوند النعمان بن مقرن صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لمن معه من المسلمين: لا يتكل بعضكم على بعض. كلام المعنى هكذا: بل كل واحد منكم يؤدي دوره. واعلموا أن الكلب يدافع عن أخيه. إذا كان الكلب يدافع عن أخيه فما بالك بالمسلم؟ انظروا إلى حالنا. نسأل الله أن يعافيني وإياكم من كل بلاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عظيم الشان، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أيها الفضلاء، إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضربوا أروع الأمثلة في التضحيات لأجل إخوانهم ومعاونتهم والوقوف معهم، فكانوا مثلا أعلى لمن جاء بعدهم. تعلموا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تعلموا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليكن حالنا كذلك، فلتكن أحوالنا يا أمة محمد بهذا. نحاول بكل قوة أن نعود إلى رشدنا، لأننا والله ثم والله لن تقوم لنا قائمة إلا بائتلاف قلوبنا وتوحد صفنا بلادا ودولا وشعوبا وأسرا وقبائل، وإلا فلا. وديننا لا يقوم على الفردية، ديننا لا يقوم على الفردية، فالصلاة في الجماعة والزكاة إنما تكون من معط ومعطى له، من معط وآخذ. الزكاة هكذا والصلاة هكذا. وكذلك عباد الله الحج إنما يكون باجتماع المسلمين في محفل عظيم، والجهاد إنما يكون بالتكاتف بين المسلمين بعضهم البعض، والأمر بالمعروف إنما يكون من أخ لأخيه، وكذلك النهي عن المنكر، وكذلك النصيحة، وكذلك التعلم والتعليم إنما يكون بين طالب علم وبين شيخ، وهكذا. فالدين لا يقوم على أفراد، إنما الدين يقوم على أمة مؤتلفة، ليست أمة متفرقة، أمة متحابة، أمة متناصحة، لا تعرف الحزبيات ولا الطرق ولا تحجزها الحواجز، إنما هي أمة كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كونوا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك موقعة عظيمة ستكون في آخر الزمان بين اليهود والمسلمين،
فينتصر المسلمون عليهم. ثم ماذا يحدث؟ يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. ما قال يا فلان، ما قال يا وطني من قبيلة من دولة كذا، ولا يا عربي، ولا يا مدير، ولا يا وزير، إنما قال يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله. هذا هو الشعار الذي به تتحد الأمة وتنتصر. أما هذه الشعارات الخبيثة الآثمة التي فرقت الأمة، فوالله إنما هي من عمل الشيطان، وإنما هي من الجاهلية. فنبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، انظروا، دار بين أنصاري ومهاجري، أنصاري ومهاجري، خلاف. فتحمست هذه القبيلة لتلك القبيلة، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين، وهذان اسمان عظيمان شريفان سماهما الله جل وعلا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذان من أعظم الأسماء، إنهما قائمان على الطاعة، إنهما قائمين على الطاعة. ومع ذلك النبي عليه السلام قال: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. التعصب الذي يفرق بين المسلمين، الرسول عليه السلام سماه جاهلية، من مبادئ الجاهلية، وسماه نتن، فهذا من النتن. فيا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا بد أن نأتلف ونترك الخلاف ونعود كما عاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ليس على الله بعزيز. فأصحاب النبي قبل أن يبعث عليهم رسول الله كانوا يقتتلون، ونحن والحمد لله جل وعلا فينا كتاب الله وفينا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما بقي لنا إلا أن نطبق ونعود. فما الذي يمنعنا؟ الدنيا والله لا تساوي، وهي لا زوال، ولن ينفعك حرصك على الدنيا عند الله يوم القيامة إذا لم تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واعلم أن نبيك قال: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا مفهوم الأخوة في دين الله، هذا مفهوم الأخوة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الواحد منهم يجود بما عنده، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأشعريين: اسمع، قوم من أهل اليمن ليسوا من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا منهم وهم مني، أو كما قال عليه السلام. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا ضعف الزاد عندهم، ليس عندهم زاد وهم في الجهاد، يأتي كل واحد منهم بما عنده من الطعام والشراب قل أو كثر، فيجمعونه في ثوب واحد ثم يقتسمونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدحهم على هذا الفعل، مدحهم على هذا الفعل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقل ما يكون فينا حتى يا عباد الله أن نتمنى الخير لإخواننا، أن نتمنى الخير. يا أخي ما قلت لك أعطيهم من جيبك، إن عجزت عن هذا فلا تجعل في قلبك حقدا لهم، فلا تتآمر على أخيك، واعلم أن تآمرك على أخيك يمنعك من دخول الجنة. فماذا يفيدك التآمر في الدنيا؟ ماذا يفيدك حتى لو ارتقيت إلى أعلى الوظائف، حتى لو أخذت مليارات؟ ماذا تفيدك إذا منعت من الجنة؟ ماذا تفيدك إذا منعت من الجنة؟ منعت رضا الله، سخط عليك الله، ماذا يفيدك ذلك؟ فإياك ثم إياك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم تولى أمورنا واشرح صدورنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم ارزقنا حبك ومن يحب من يحبك. اللهم اجعلنا يا ربنا أذلاء لإخواننا، اللهم ارزقنا الذل لإخواننا والبغض لأعدائك، والبغض لأعدائك. اللهم اجعلنا ممن تحابوا فيك. اللهم ارزقنا يا ربنا رضاك عنا وعن والدينا، وارحم اللهم أمواتنا واشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا واذهب عنا البأساء والضراء. اللهم اكشف الكرب عن المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الكرب عن المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الكرب عن المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الله أكبر.